الصحراء المغربية. الأمين العام الأممي يفند ادعاءات الجزائر. في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء، فند الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجددا الأكاذيب التي لا تفتأ الجزائر عن تكرارها بشأن الاستفتاء المزعوم. فقد أبرز غوتيريش في ملاحظته وتوصيته ضرورة التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف، بناء وبشكل حصري على القرارات التي اتخذها مجلس الأمن منذ سنة 2018، بما في ذلك القرار 2654 المعتمد في أكتوبر 2022. كما أن كافة قرارات المجلس الأمن وتقارير الأمين العام لم تثر، ومنذ أزيد من عقدين من الزمن، إلى ما يسمى بالاستفتاء الذي تم إقباره ولم يعد له وجود إلا في مخيلة خصوم الوحدة الترابية للمملكة. وتدعو قرارات مجلس الأمن منذ 2018 إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي الذي تعتبر الجزائر طرفا رئيسيا فيه. هذه القرارات ذاتها تكرس، وعلى غرار سابقتها المعتمدة منذ 2007، سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذا المصداقية لهذا النزاع الموروث عن الحرب الباردة. كما تكرس هذه القرارات ذاتها ومنذ سنة 2018 مسلسل اجتماعات الموانئ المستديرة بمشاركة، وعلى الخصوص المغرب والجزائر وموريتانيا، باعتباره إطارا وحيدا لتنفيذ العملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة. وفي السياق ذاته أبرز غوتيريش أن حل هذا النزاع ممكن شريطة أن تنخرط كافة الأطراف المعنية وخاصة الجزائر بحسن النية وبروح الواقعية والتوافق في جهود تيسير التي يبذلها مبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا في استمرارية لدينامية اجتماعات الموانئ المستديرة التي أطلقها سلفه. وبذلك فقد كرس هذا التقرير الجديد للأمين العام، وعلى غرار التقارير السابقة وقرارات مجلس الأمن منذ حوالي 20 عاما، التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه، باعتباره السبيل الوحيد الذي من شأنه تمكين تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل. من جانب آخر، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن دور الجزائر يظل حاسما في التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء.